السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعة قدامكم الفراخ البلدي وحلاوتها. أحلى فراخ بلدي. فراخ البلد عشان البيض، وعشان أحلى فراخ تاكلها في حياتك. التربية دي يا جماعة غية. تربية الطيور في البيت غية. لازم يكون عندك طيور في البيت، دي غية جميلة جدا وخير موجود من عند ربنا. اللي بيحب الفراخ، اللي بيحب يربي الفراخ، واللي بيحب يربي البط، واللي بيحب يربي الأرانب، واللي ليه غية تانية يربي الرومي. غية. غية جميلة جدا، بس لازم تهتم بها. حتى لو مش واخدها غية، واخدها كخير موجود في البيت، لازم تهتم بها. انا بعتبر ان الطيور في البيت، الطيور اللي في البيت ديت عاملة زي الطفل الصغير. لازم تهتم بها زي ما بتهتم بالطفل الصغير. هي ملهاش طلبات كتير. هي طلباتها كلها انك انت تبقى كويس معاها، تضحك معاها، تحط لها اكلها بانتظام، تنضف لها بانتظام، ميتها دايما تبقى نظيفة. بس وهتبقى معاك احسن ما انت عايز. ربنا يبارك في كل واحد اللي عنده، ويا رب بيوت المسلمين كلها تبقى خير وعمار. الفراخ البلدي دي يا جماعة من أحلى الطيور اللي تاكلها، وخاصة اللي متربية في البيت، مش اللي متربية في المزارع. متربية في البيت عامل زي ابنك بالظبط اللي مربيه في بيتك. مربيه على أسلوبك أنت، وعلى أكلك أنت. عارف حاجتك ماكلة إيه، شاربة إيه، حياتها إزاي، واخدة تحصينات ولا لأ. ما بت... ما بتزودش في العلاجات، إن جسمها ميبقاش فيه كيماوي. تاكل حاجة نضيفة. كل سنة وانتم طيبين، احنا داخلين على رمضان. ربنا يجعله شهر الخير والبركة، ويجعل ايامكم كلها خير وبركه. يا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك ويعمل لايك جميل وكومنت جميل. كل سنه وانتم طيبين.